ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة للمتتبعين ديالنا قناة أبو يزيد توقعات الرياضية في بعض المباريات. نحاول نشوفوا المباريات اللي كاين غدا. كاين بعض المباريات اليوم مهمين غدا ثلاثاء 2 ماي. بالنسبة للبطولة ديال الإنجليز كاين أرسنال وتشيلسي. كما معروف ان ارسنال في الرتبه المرتبه الثانيه، يعني غادي تحاول تسترجع الصداره ديال الدوري. تشيلسي ايضا كتراهن على انها خصها على الاقل تلعب دوري الابطال. فالتوقع ديالي ان هذا اللقاء هذا اللي واخا يكون لقاء صعيب واحد شويه، لان الفرق بجوج مؤخرا ديما في النهايه ديال البطولات كيكون اللعب مختلف على البدايه. فانا غادي نلعب بالبروشان بيت ان ارسنال تماركي الهدف الاول. هذا هو الاقتراح ديالي في هذه المباراه هذه. ثم غادي نشوفوا بالنسبه للدوري الاسباني لا ليغا بطبيعه الحال. كاينين 3 ديال المباريات مهمه. كاين الميريا وإلتشي اليوم في نفس التوقيت، الميريا وإلتشي وبرشلونه وأوساسونا. نبداو بالميريا. بالنسبه للميريا فنعرف ان هي حاليا راه في ترتيب 17 ايش ترتيب 20، يعني احتمال كبير ان فريق إلتشي غادي يغادر لا ليغا. اذا غادي نحاول نشوف الميريا. كنتوقع ان الميريا هي اللي غادي تفوز بالمباراه، لانها ما خسرتش المباريات الاخيره ديالها. ولكن كنعتقد ان بالنسبه لي غادي نلعب ان فريقين بجوج يسجل. هو الاقتراح ديالي بالنسبه لهذه المباراه. مباراه اخرى اللي هي ايضا في الدوري الاسباني كاين مباراه برشلونه واوساسونا. هي ديما ما كان شخصيا يعني ما كنثقش في الفرق الكبار بزاف. هي برشلونه كتحسب الصداره الاولى حاليا، يعني ما كنثقش، بمعنى ان اللي كنحاول دائما نتجنب اللعب نتيجه نهائيه ولا اللعب. دونك اللي غادي نلعب هو عدد الركنيات يكونوا 10 ديال الركنيات. كاين اللقاء الاخر اللي هو اللي نلعبوه هو ديال ريال سوسيداد وريال مدريد، اللي هما تقريبا فارق 10 نقاط بيناتهم. ريال سوسيداد خصها تبقى باش تلعب في الاقل دوري ابطال اوروبا. فهنا كيبقى الاقتراح او وجهة النظر ديالي ان هذا اللقاء هذا يقدر يكون فيه اقل من 3 اهداف، بحكم ان ريال سوسيداد هي اللقاءات 3 الاخيره ما خسراتهمش. اذا اما غادي نلعب اقل توتال اقل من 3 ديال الاهداف اللقاء كامل. لان عندنا 4 ديال الرهانات، كوط ديال 8. وكنتمناو دائما حظ موفق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.